السلام عليكم. في قناة على اليوتيوب اسمها Dad How Do I أو أبي إزاي أقدر أعمل كذا. القناة دي عليها أكتر من 4 مليون مشترك، ولما تيجي تخش شوية جوه القناة دي عشان تشوف فكرتها عامل إزاي هتلاقي فكرتها بسيطة جدا. هو راجل بيعلم الناس إزاي يحلقوا دقنهم، إزاي يغيروا اللمبة المحروقة، إزاي يصلحوا حاجة في الجراج، ازاي يربطوا الكرافات. غريبة قوي، غريبة قوي ان افكار زي دي تجمع اكتر من 4 مليون مشترك عشان خاطر يتفرجوا عليه. بس الحقيقة هي مش غريبة خالص. اغلب اللي موجودين على القناة دي كل الكومنتس بتاعتهم وخصوصا المشتركين الاوائل قالوا ان هم كانوا مفتقدين جدا وجود الاب في حياتهم، وان الحاجات دي على قد ما تبان ان هي بسيطة على قد ما هي كانت صعبة عليهم ان هم يتعلموها، وان وجود القناة دي يسرت عليه كتير. وده الحقيقة مفهوم جدا في المجتمع الغربي، لان اغلبهم اللي بتربيهم سنجل مادر، اغلبهم ما يعرفوش اصلا مين هم ابهاتهم. فالعادات الحياتية اليومية الذكورية مفقودة عندهم. تاني نقول الحتة دي العادات الحياتية اليومية الذكورية مفقودة عندهم، فمحتاجين حد يعلمها لهم. طيب احنا مالنا بقى؟ للأسف الشديد احنا بقينا معنيين بالأمر احنا كمان. صحيح ولادنا عارفين مين هم أبهاتهم، بس كتير من ولادنا أبهاتهم مش موجودين. العالم العربي والإسلامي في آخر حوالي 11-12 سنة اتقامت فيه ثورات كتير بسببها ولاد كتير جدا فقدوا أبهاتهم، سواء في السجن أو في المعتقلات أو مبقوش موجودين لأي سبب من الأسباب. ده خلاف حالات الانفصال اللي بقت موجودة في كل مكان. فبقت لفظ أو مصطلح السنجل ماذر موجود حوالينا بشدة، الأم اللي بتربي لوحدها. وده بيخلي الأم مهما عملت بتفضل أم، مفيش حاجة اسمها أم وأب. الست ما ينفعش يكون أم وأب، الست بتبقى أم بتجاهد إن هي تحاوط على أولادها. طب وبعدين هرجع تاني أقول لكم الجملة المهمة: العادات الحياتية اليومية الولاد اللي أبهاتهم مش موجودين في حياتهم مفتقدينها. واحدة تطلع لي بقى تقول لي إيه؟ ما في أبهات موجودة زي قلتهم، والله ما بيعملوا حاجة، أنا اللي شايلة البيت كله، أنا اللي بعمل كل حاجة. ستي أنتي على راسي من فوق، أنتي اللي بتشتغلي وأنتي اللي بتطبخي وأنتي اللي بتنظفي وأنتي اللي بتودي التمرين وأنتي اللي بتذاكري وأنتي كل حاجة، بس أنتي ما بتعمليش عادات ذكورية. فمهما كنتي بتعملي كل حاجة ومهما كان أبوهم راجل وحش إلا إنه موجود وبيشوفوه وبيلقطوا منه غصب عنك وعنه، بيلقطوا منه الحلو بيلقطوا منه الوحش، المهم إن هما بيلقطوا منه. لكن عدم وجود أب خالص في الحياة بيخلي الولاد مفتقدين تصرفات بجد. اللي عايشين في حياة طبيعية زي الأسرة الطبيعية اللي ربنا خلقها مش بيحسوا بالقيمة دي أو بالنعمة دي أو باللي أنا بتكلم عنه. يحس بيه بس اللي مش عنده، يحس قد إيه ابنه ناقصه حاجات محتاج إن هو يتعلمها. وكالعادة قبل ما أعمل أي فيديو ببتدي إن أنا أكلم الناس أو الفئات أو الشخصيات المعنية في الموضوع اللي أنا هتكلم فيه. واتحكيت لي مواقف كتيرة جدا. إن شاء الله إحنا لينا حلقة تانية بعد الحلقة دي هنكمل في نفس الموضوع لأن المواقف حقيقي كتير. هحكي لكم موقف بسيط كده. ولد في ثانوي أبوه متوفي من 10 سنين. الأم بتحكي إن الولد ده وهو صغير كان على طول معاه في رجليها، الناس تيجي هو قاعد، صحاب ماما خرجت تاخده في ايديها، لغايه ما الولد خلاص بقى اعدادي وثانوي، بقى لا بيخرج معاها ولا بيقعد معاها مع اصحاب ماما ولا اي حاجه. والطبيعي ان محدش بيجي لهم غريب، ما ينفعش ماما تقعد معاه تستقبله. لغايه ما في مره جالهم واحد جايب لهم حاجات من بره، وكان قاعد عشان خاطر ياخد حاجات ياخدها معاه وهو مروح. ودي كانت أول مرة والولد في ثانوي فقد أبوه من 10 سنين يستقبل راجل لوحده في البيت. الأم بتقول ابتديت أحس بالتوتر على الولد، هو مش عارف يعمل إيه، مش عارف مفروض إيه اللي يحصل. الوقت كان الصبح، فالأم حضرت فطار للراجل لأنه جاي على سفر. الولد مبقاش عارف يقعد ياكل معاه ولا ما ياكلش، الصح إن هو يسيبه ياكل ويقوم ولا يقعد معاه عشان خاطر الراجل ما يحسش إنه هو قاعد لوحده. تفاصيل حياتية يومية لأنه ما تعرض لهاش قبل كده، هو وقف محتاس.
والام بتحكي وهي دموعها يعني مش عارفه تبطلها، ان قد ايه حاجه بسيطه بس قد ايه حست ان ابنها في الثانوي ومش عارف يعمل ده. طيب عشان الفيديو ما يطولش، انت عايزه ايه؟ احنا متفقين من الاول الفيديوهات بتاعتنا دي هي اجتماعيه، الفيديوهات بتاعتنا دي احنا المطلوب ان احنا نطرح المشكله ونلاقي لها حلول، ولان الموضوع مهم زي ما قلت لكم في فيديو تاني على طول بيتكلم في نفس الموضوع. الموضوع ده ما تحسناش فيه في السيره او ما شفناهوش في السيره، لان ببساطه كان اول ما واحد بيموت سواء في معركه او بيموت عادي وهو في بيته، كانت المجتمع المدينه كله او مجتمع الصحابه كله بيتكاتلوا حوالين بيته، ياخدوا بالهم منهم، اللي يتجوز مراته واللي يشيل الناحيه الماديه، والولاد على طول يحصل لهم احتواء. فما حسناش ده للاسف، ولا طلع حد من الصحابه عنده مشاكل نفسيه عشان عاش لوحده من غير ابوه. بس لان الدنيا بقت لهيانه، ولان كل واحد بيقول يلا على اكل عيشي، ولان كل واحد بيتحجج بالوقت وبالظروف، الموضوع ابتدى يتفاقم جدا. احنا داخلين على رمضان، كل واحد فينا حواليه سواء واحده مطلقه او واحده ارمله، بص في المجتمع اللي حواليك، شوف كده ولادها اخبارهم ايه. السن الصغير ده محتاج لعب وتنطيط وحاجه حلوه وتعمل مع ولادك، السن الكبير اوعى تقول ده خلاص كبر، ده في اشد الحاجه اليك، سن ثانوي وسن جامعه. خلي مراتك تتكلم مع ام الولد، تشوف ميوله، تشوف هو بيحب ايه عشان تخليها لك انت مدخل تخش للولد منه، وكلمه كده. انت هتصلي فين في رمضان؟ انا واصحابي هنفطر مع بعض، انا نفسي جدا تيجي تفطر معايا. تصاحبه يحس انه ليه حد، يشوفك ازاي بتتعامل مع اصحابك، يشوفك وانت بتخرج، يشوفك وانت بتصلي، يشوف حياتك اليومية على قد الساعة الساعتين اللي هتقعدها معاه. ووالله بحكايات الناس اللي انا قعدت معاهم قبل ما اجي اعمل لكم الفيديو النهارده ده، بتأثر جدا في سلوكيات الولد. الولد ما بيحسش انه لوحده، الولد بيحس ان ليه ظهر، الولد بيطلع بيرجع بالسلوكيات بجد يعني مختلفة، وبجد بتأثر في شخصيته. بص عليه كأنه ابنك، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بس أبوه برضو أكيد أبو الولد اللي مات ده ما كانش يتخيل إنه هيسيبه كده يكبر لوحده. بص عليه كأنه ابنك وعامله بإحسان زي ما تحب إن حد يعامل ابنك بإحسان. والمهم ما تبقاش لحظة انفعالات وتقابله مرة وتقطع بيه، اديله من وقتك على قد ما تقدر. إن كان رمضان جاي الفترة دي في ظروف مادية سيئة جدا، فأنت الصدقة والإحسان مش بس بالفلوس، أنت تقدر تعمل حاجات كتير جدا وتبقى ثقيلة في ميزان حسناتك. إنك تجبر قلب، إنك تحتوي ولد يتيم، إنك تعمل له حاجات أمه الغلبانة اللي يعني لو اتشقلبت على الحيطة مش هتقدر تعملها، لأن في الآخر أمه ست. فكرة أم وراجل دي فكرة غير صحيحة، الأم في الآخر أم. في أمهات جدعة وفي أمهات بتحاوط وفي أمهات بتزق، بس في الآخر هي ست محتاجة المجتمع كله يقف معاها، لأن ده واجب المجتمع. المجتمع باص لما كل واحد قال يلا نفسي، والغريبة إن حتى نفسك ما بقتش قادر إن أنت تجري وراها، لأن المجتمع كله بقى ضاغط عليك. فتعالوا كلنا نتحد من أول وجديد، تعالوا كلنا نتكاتف، مش هتكلفك أي حاجة، بس صدقني هتبقى ثقيلة في ميزان حسناتك إن شاء الله، وهتقعد لولادك. والأهم هو ده المجتمع اللي احنا بندور عليه وبنسعى عليه. جددوا النية وخدوا القرار من دلوقتي، ربنا يتقبل منكم. الموضوع هنكمله الفيديو الجاي، أسيبكم دلوقتي في رعاية الله.